اول حاجه طبعت الورقه دي، هتلاقوني سايبها لكم في صندوق الوصف، فيها كل اسماء الكواكب وكل الحاجات اللي هتحتاجوها. هم دول بس اللي هنحتاجهم، بس انا مكرروهم بما ان احنا كده كده هنطبع الورقه كلها، علشان لو حاجه باظت منكم تلاقوا بديل. كتبت لكم الاسماء بالعربي والانجليش، وعلشان الورقه خفيفه هنقص دي كده، وهنجيب ورقه اتقل شويه، ممكن تبقى ورق كانسون او ورق لوح، وهنحط عليها غيره، ونلزق الورقة الخفيفة على الورقة التقيلة. ولما تنشف هنبدأ بقى نفرغ الشكل بتاعنا. هتطلع معاكم بالشكل ده كده. هنعمل باقي الأسماء بنفس الطريقة كده. أنا جهزت الأسماء. دلوقتي هنحتاج عصاية شيش طاووق او حتى خلة سنان المتوفرة عندكم بعدد الكواكب او الكور اللي احنا هنعملها. انا دهنتها من فوق باللون الاسود، بس ممكن ما تعملوش كده. هنمسك الكورة والخشبة دي بس هتساعدنا ان احنا ندخلها كده في الكورة ونعرف ندهنها بسهولة. دلوقتي محتاجين تعرفوا احجام الكور اللي احنا هنحتاجها، كمان هتحتاجوا تربطوا الاحجام دي باسماء الكواكب، فركزوا معايا. احنا هنحتاج 5 احجام، وده كده اصغر حجم واول حجم معانا. هنحتاج منه 2 واللي هم عطارد وبلوتو. بعد كده الحجم الاكبر منه شوية هنحتاج منه 5 واللي هم المريخ والارض والزهرة ونبتون واورانوس. بعد كده الحجم الثالث والرابع قريبين من بعض جدا، الصغير زحل واللي بعديه المشتري، وخامس واكبر حجم اللي هو الشمس. وكده تعرفنا على كل الاحجام. خلونا نتكلم عن التلوين شوية. انا بستخدم البلاستيك ده، بيتباع منه عبوات اصغر من كده وسعرها مش غالي، وبلون البلاستيك بمركزات الالوان دي، موجودة في محلات الحداد والبويات. العلبة تقريبا سعرها 5 جنيه، برضو مش غالية. ممكن بديل ده بقى ان انتوا تستخدموا الوان اكريليك، بس هتبقى مكلفة شوية. كان عندي الازاز الصغيرة دي، فخلطت فيها الالوان اللي انا هستخدمها كتير او اللي هحتاج منها كميات، وباقي الالوان هعملها معاكم برضو لما تيجي مرحلة كل لون هقول لكم طلعت باللون ده ازاي. قبل ما نلون خلينا نتفق ان كل كوكب هيبقى ليه لون موحد، وبعدين هنعمل شغل على اللون ده. فدلوقتي هنلون كل الكواكب الالوان الاساسية بتاعتهم. هشتغل فيهم برضو بالترتيب من اول عطارد لحد الشمس، يعني من اصغر لاكبر حاجة علشان ما تتلخبطوش مني. هنستخدم بلاستيك ابيض وكمان الالوان الاسود دي علشان نطلع لون رمادي. لازم نرج الازازة الاول، نحط الالوان بالراحة كده وبالتدريج، وبعدين نقلب. ممكن بقى نستخدم اي فل كده ونثبت فيه العصاية لحد ما الكرة تنشف. وتاني حاجة هندهن كوكب بلوتو، وده عشان من ضمن الالوان اللي انا هستخدمها كتير. عملت العبوة دي كده. العبوة دي بقى فيها بلاستيك ابيض، وحط عليها الالوان دي. الالوان دي اسمها اصفر جملي. الكوكب اللي بعد كده اللي هو المريخ، عملت برضو العبوة دي، حطيت فيها بلاستيك ابيض وضفت عليها الالوان دي احمر وبني واصفر، فطلع معايا الدرجة الطوبي دي. الموضوع ده محتاج فرش كتير. بعد كده كوكب الارض هغطيه باللون ده اللي هو عبارة عن بلاستيك ابيض واللون الازرق ده. بعد كده الزهرة، وده هنلونه باللون ده اللي هو الاورنج. حطيت بلاستيك ابيض وضفت عليه اصفر واحمر لحد ما اخدت الدرجة دي. بعد كده نبتون هيبقى لونه ازرق زي الارض بالظبط، هلونه بنفس العبوة دي.
وبعد كده اورانوس ده كله هيبقى لبني، مش هنعمل فيه اي حاجة تاني، هيبقى خلص على كده. هنجيب اللون كده ببلاستيك ابيض، والعبوة بتاعتي اللي لونها ازرق او باللون الازرق ده. زي ما قلت لكم كده، ده مش هنعمل فيه اي حاجة تاني وكده خلص. وكده خلصنا الخمسة اللي هما قد بعض. ودلوقتي هندهن زحل، بس الزحل ده بيبقى فيه دايرة كده، عشان نعملها بقى هنقسم الكورة بالنص، طبعا باستخدام قطر حامي. كمان قصيت دايرة من الورق الكانسون يكون مقاسها مناسب كده للكورة، يعني انا هلزق الكورة هنا. ودلوقتي هنستخدم الشمع، وخلوا بالكم من درجة حرارة الشمع علشان ميسيحش الفل. وبعدين هنلزقها على الدايرة كده بالشكل ده، وهنلزق النص التاني كده. وكده بقى جاهز. هدهنه بنفس العبوة اللي دهنت بيها اول كوكب خالص اللي هو بلوتو. الحجم اللي بعد كده اللي هو المشتري، وهدهنه بنفس اللون اللي دهنت بيه الكوكب اللي فات اللي هو زحل. واخر حجم معانا اللي هو الشمس، وده هدهنه بالاورنج اللي دهنت بيه كوكب الزهرة. وبعد ما خلصنا دهان كل الكواكب، دلوقتي هنعمل الافكتات الخاصة بكل كوكب. وبرضو همشي بنفس الترتيب اللي بدأت بيه، اللي هو من الصغير للكبير. يعني هبدأ بعطارد، هستخدم كده خلة سنان او عصاية شيش طاووق، وهعمل نقط باللون الابيض. وبعد ما عملت نقط عشوائية كده في الكورة كلها، هستخدم السفنجة وهحاول بقى ادمج النقط دي. وكده ابقى خلصت الكوكب ده كده شكله. الكوكب اللي بعد كده اللي هو بلوتو، وده هنعمل فيه تأثير باللون البني. هناخد بقى كده من اللون البني بالسفنجة، نبدأ نوزع كده بشكل عشوائي. كنت شايفة صورته في قلب كده معمول باللون البني، انا هعمله. بصوا اي حاجة في اي كلام عشوائية جدا، هو كان شكله كده بجد والله. وبس كده سهل وبسيط. بعد كده كوكب المريخ، ده هنستخدم معاه اللون الاسود. حط منه كده على شوية بلاستيك ابيض، وبرضو بالسفنجة هناخد كده بقى من اللون الاسود، ونعمل حاجة شبه خط مش منتظم، يعني في نص الكورة كده، بس ما يكونش متساوي، يعني زي ما انا بعمل كده، وحتة فيها كتير وحتة فيها قليل. طلع معايا شكله كده. وبعد كده كوكب الارض، وده هنستخدم معاه شوية من اللون الاخضر مع البلاستيك الابيض. واخلط اخلط اخلط. وبعدين بقى هبدأ ارسم مساحات كده باللون الاخضر، هي مش منتظمة، بس مثلا هنعمل حاجة كده ونقفلها على بعض، ونسيب فيها حتة من اللون اللبني في النص، ونعمل منها فروع رفيعة. نعمل كده مساحات صغيرة بعيدة عن بعض. نعمل مثلثات، كتروا من المثلثات دي، يعني تحسوا ان هي الارض فعلا. بعد كده هنستخدم اللون الاصفر، ونعمل كده بالخلة في الاماكن اللي هي احنا لوناها بالاخضر نقط، وبالسفنجة هندمجها. بقى شكلها كده. دلوقتي بقى هندخل اللون الابيض، وهناخد بالسفنجة من اللون الابيض، ولو تقيل نخفه كده على اي ورقة، وبعدين نعمل كده. وده اللي هو هيبقى السحاب، هنوزعه بشكل عشوائي على المساحات الزرقاء والخضراء كمان. انا بقول يعني كفاية لحد كده، بتهيألي كده كويسة.
بعد كده كوكب الزهرة هنستخدم معاه اللون الاصفر. هناخد بالخلة كده او بعصاية الشيش طاووق نبدأ نعمل فيه خطوط كده، عايزين شكله يبقى كأنه متوهج كده. بوزع خطوط كده متشابكة في بعض. بس اعتقد كده كفاية. وبعدين نبتون ده هنعمل فيه خط في النص يكون عريض باللون اللبني، وبسرعة قبل ما ينشف هنحاول ندمج الحدود بتاعته مع اللون كده اللي تحت علشان ما تبقاش ظاهرة، يعني كده اللي يشوفه يحس ان هو فاتح من النص وخلاص. ده كده الشكل المطلوب. وبعد كده اورانوس، وده قلنا انه مش هنعمل فيه اي حاجة تاني. وبعد كده زحل ده هنستخدم معاه اللون الرمادي. هنعمل دايرة كده فوق صغيرة جدا، وبسرعة بقى هندمجها كده، او يعني هندمج اطرافها يعني زي كده بالظبط. وبعدين هنعمل برضو باللون الرمادي خط رفيع جدا، وبرضو هندمجه. بعدين هنعمل في اطراف الدايرة كلها خط كده باللون الرمادي، يعني يبقى بالشكل ده كده. وكمان هعمل الجنب التاني بنفس الطريقة دي، حتة من فوق وخط كده في النص. وده كده كوكب زحل من الناحيتين، بصوا شكله عامل ازاي. بعد كده المشتري ده هنعمل عليه تأثير باللون الترابي اللي دهنت بيه قبل كده كوكب المريخ. هدهنه من فوق ومن تحت بالسفنجة كده دايرة صغيرة. انا بدهن بالسفنجة علشان عاوزة اللون يبقى مدمج كده مع الخلفية شوية. حلوة مدمج دي زي كده بالظبط. وعادي لو مش منتظمة قوي. وهندهن كمان في الظهر نفس الدايرة كده الشكل من الناحيتين. هنعمل بقى خط في النص كده برضو بنفس اللون. ومهم ان الخط ما يكونش منتظم زي كده. بعدين هجيب اللون البني وهزود شوية كده عشان اغمق اللون. قلب قلب قلب. وبعدين هاخد من اللون الغامق ده كده بالفرشة وهعمل خط هنا يكون في الجزء الفاتح ده، وكمان هعمل خط في الجزء الفاتح ده. هخف اللون شوية بالسفنجة كده او هدمجه يعني. بعدين هعمل الخط التاني. العبوا بالالوان كده لحد ما تخلوا الخطوط معالمها مش باينة. وبعدين برضو باللون الغامق ده ممكن نعمل هنا كده دايرة او يعني حاجة زي الدايرة كده. بعدين هستخدم اللون الابيض وهعمل خط كده يعني زي ما انتوا شايفين كده مش منتظم تحت الخط البني. وبعدين هعمل هنا برضو جوه البني كده بالابيض وحواليه. وممكن برضو نعمل شوية خطوط بسيطة جدا باللون الابيض وما نخليهوش ابيض صريح، يعني زي ما انتوا شايفين كده هو لونه مش قوي علشان انا باخد منه حتة صغيرة. بصوا اعتقد كده بقى كويس، يعني ما تلتزموش قوي او تحسوا ان هو هيبوظ منكم ولا حاجة. اي لخبطة هيطلع معاكم تمام. واخر حاجة بقى الشمس هستخدم معاها اللون الاصفر. وبالسفنجة كده هناخد حتة صغيرة وبعدين نبدأ نوزعها كده ونخلي بصوا اللون خفيف جدا. يعني ممكن نوزع الاول اللون وهو تقيل كده، واول ما يخف معانا نرجع نخففه كده في الاماكن اللي احنا وزعنا فيها. هبدأ بقى بعصاية شيش طاووق كده اخد من اللون الاصفر واعمل خطوط عشان برضو اعمل التوهج اللي كنت عاملاه قبل كده في كوكب الزهرة. وده كده شكلها بعد ما خلصتها. وكده نبقى دهنا كل الكور، ناقص بقى الماكت اللي احنا هنجمعهم عليه. ايه ده؟ هغمقه شوية.
ايه ده؟